كونيتشيوا ميناسان، كيف حالكم يا أعضاء منظمة SCP-9؟ أتمنى أن تكونوا في ألف خير. وجها لوجه هي سلسلة تهدف للإجابة عن سؤال مهم جدا، وهو من الأقوى، بحيث أننا نطرح جميع مؤشرات القوة للطرفين أمام الطاولة، من قوة خام، مميزات، إنجازات، معارك، وصولا للمواقف. والهدف أن تتضح لنا الرؤية في الأخير والحسم في من الأقوى بينهم. اوكي جميل. مواجهة اليوم هي مواجهة بين القراصنة، مواجهة من المستوى الرفيع. الخصم الأول صاحب الفاكهتين، الأسنان المكسورة، مارشال ديتيج. فيما الخصم الثاني أقوى سيف في العالم، عين الصقر، ميهوك. فلتبدأ المواجهة. المرحلة الأولى، القوة. تيتش مستخدم لفاكهتي شيطان، الأولى من نوع باراميسيا وهي فاكهة الزلازل، والثانية من نوع لوكيا وهي فاكهة الظلام. الهاكي مستخدم لهاكي التنبؤ والتصلب. في الجهة المقابلة ميهوك مستخدم لأسلوب المبارزة بالسيف، فهو سياف محترف جدا. متقن هو الآخر لكل من هاكي التصلب والتنبؤ. المرحلة الثانية، المميزات. تيتش يمتاز بذكاء الخارق وقدرته على رسم خطة محكمة والتي ستفيده أكيد أثناء المعركة. في الجهة المقابلة ميهوك يمتاز بامتلاكه لأقوى سيف في العالم، الكوكي طيوري، والذي يعرف بالنصل الأسود. كما يمتاز ميهوك بعيون الصقر الخارقة والتي تساعده على التركيز العالي في المعارك وتحديد الأهداف. المرحلة الثالثة، الإنجازات. اللحية السوداء حصوله على لقب يونكو، وبالتالي يعتبر ضمن أقوى 4 قراصنة في العالم. الإنجاز الثاني هو اقتحامه لسجن إمبيل داون وتحرير المساجين المستوى السادس، وتمكن بعدها من الهرب دون أن يقبض عليه. أما الإنجاز الأخير فهو حصوله على منصب تشيبوكاي سابقا، والذي يعتبر من أقوى المناصب داخل حكومة العالم. في الجهة المقابلة ميهوك حصوله على لقب أقوى سياف في العالم، وبالتالي يعتبر السياف الأقوى في ون بيس. الإنجاز الثاني هو حصوله على منصب التشيبوكاي سابقا، وكما هو معروف منصب التشيبوكاي لا تعطي الحكومة إلا لقرصان قوي وله اسم وازن في الساحة. المرحلة الرابعة، المعارك. سنأخذ فقط أقوى معركة لكلا الطرفين. تيتش معركته ضد قراصنة اللحية البيضاء بقيادة ماركو انتهت بفوز تيتش. في الجهة المقابلة ميهوك تعدد نزالاته سابقا ضد الشعر الأحمر شانكس، وتم اعتبارهما كمنافسان لبعضهما البعض، أي أن نزالاتهم انتهت بالتعادل بينهم. المرحلة الخامسة، المواقف. تيتش موقفه الأقوى كان عند حصوله على فاكهة الزلزال الخاصة باللحية البيضاء، وحينها صار بكل ثقة متحديا الجميع، وأرسل رسالة لهذا العالم مفاده أن عصره قد حان. وهذا الكلام كان على مسامع الجميع، وبعدها مباشرة استمر فيما بدأه اللحية البيضاء، وهو تدمير مارينفورد وتحدى قائد الأسطول سينغوكو. موقف قوي يشير لمدى ثقة تيتش بقوته، خصوصا بعد حصوله على فاكهة الزلزال التي جعلت من اللحية البيضاء أقوى رجل في العالم. في الجهة المقابلة ميهوك موقفه الأقوى هو تحركه بكل حرية في بحار العالم، فهو القرصان الوحيد الذي يجوب العالم الجديد بدون طاقم وبكل حرية. البحار هذه تعتبر تحت سيادة الأباطرة الأربع. ميهوك يجوب بحارها لوحده بكل حرية، بحثا عن منافس له أقوى من شانكس الذي فقد ذراعه بعد حادثة وحش البحر. موقف قوي يشير لمدى قوة ميهوك وثقته في قوته. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الحصن. بالنظر لكلا الجانبين، في مرحلة القوة تيتش يتفوق على مهارات المسايفة لميهوك لأنه مستخدم لفاكهتي شيطان، الزلزال والظلام. فرغم أن ميهوك السيف الأقوى، إلا أن زلازل تيتش إضافة للظلام تتفوق عليه. أما بالنسبة للهاكي فميهوك يتفوق على اللحية خصوصا في التصلب، نظرا بأن السياف يختص بالتصلب بشكل أساسي، لكن رغم ذلك فواكه اللحية تعطيه التفوق، وبالتالي يأخذ نقاط هذه المرحلة. في مرحلة المميزات
تيتش بميزة الذكاء والتخطيط، فيما ميهوك بعيون الصقر وأقوى سيف في العالم. واضح تفوق ميهوك وبالتالي يأخذ نقاط هذه المرحلة. في مرحلة الإنجازات، تيتش بحصوله على لقب يونكو وتشيبوكاي واقتحامه للسجن، فيما ميهوك بحصوله على لقب أقوى سياف ومنصب التشيبوكاي، كلاهما تشيبوكاي وبالتالي يحذف اللقب. يتبقى يونكو واقتحام السجن ضد أقوى سياف. كمقارنة دقيقة، لقب يونكو واقتحام السجن هو إنجاز جماعي، فيما لقب أقوى سياف فهو إنجاز فردي محض. إذا ميهوك يأخذ نقاط هذه المرحلة. في مرحلة المعارك، اللحية السوداء هزم ماركو، فيما ميهوك تعادل مع شانكس. مستوى معركة ميهوك أقوى من مستوى معركة تيتش، رغم أن الأول قد تعادل والأخير قد فاز، فالقيمة تكون في مستوى المعارك وليست النتيجة، وبالتالي ميهوك يأخذ نقاط هذه المرحلة. في مرحلة المواقف، تيتش بتحديه للجميع في المارينفورد، فيما ميهوك في تحركه بحرية في العالم الجديد بدون طاقم. موقف ميهوك يتفوق على موقف تيتش، لأن تيتش في الأخير كان سينغوكو يخسف به الأرض هو وطاقمه، وبالتالي ميهوك يأخذ نقاط هذه المرحلة. أخيرا مرحلة الحسم. إن نظرنا بمنطقية، على الورق اللحية السوداء أقوى، يكفي أنه مستخدم لفاكهتي شيطان، وأحدها هي من جعلت من اللحية البيضاء أقوى رجل في العالم. لكن في المقابل ميهوك مهارته في المسايفة هائلة جدا، فهو يستطيع قطع أي شيء، إضافة إلى إتقانه المتقدم للتصلب، لأن السياف يختص في التصلب لحماية سيفه من الكسر. فإن تواجها في معركة فإن زلازل اللحية قادرة على هزيمة ميهوك. أما فاكهة الظلام فليست لها تأثير كبير عليه، أو بالأحرى ليست لديها دور في قتال رجل غير مستخدم للفاكهة، وبالتالي ستكون نقطة ضعف لتيتش، كون الظلام لا يمتص الألم أو الهجمات، بل على العكس يضاعف الألم ويتلقاه جسد المستخدم. هذا فقط الهجمات البسيطة، فما بالك بسلاشات أقوى سياف في العالم والتي ستكون مضاعفة. واضح جدا نتيجة المواجهة، لأنه رغم أن تيتش عنده فاكهة قوية كالزلازل، إلا أن هذا لن يحميك من تلقي أضرار من خصمك التي ستكون أضرار قاتلة بعد مضاعفتها من الظلام وتلقيها الجسد مباشرة. وبالتالي فإن ميهوك سيستغل نقطة ضعف تيتش ويفوز عليه. إذا يأخذ ميهوك نقاط هذه المرحلة، وبالتالي فإن وجها لوجه تيتش ضد ميهوك فإن ميهوك أقوى. 何？お前はもう死んでいる。